انسحاب النادي الاهلي. السؤال هنا ايه اللي هيحصل للكرة المصرية لو الاهلي انسحب من الدوري؟ خسائر الدوري قد ايه؟ اولا في احصائية بتقول ان كل 79 مشجع في مصر للكرة منهم 58 اهلاوي. يعني احنا بنتكلم في 75% من مشجعين الكرة في مصر او اكتر شوية اهلاوي. يعني 25% الباقيين هندي مثلا 15% عينهم للزمالك، يتفضل 10% بقى اتحاد سكندري وسموحة والاسماعيلي وبقية الفرق. فاحنا بنتكلم في 75% من مشجعين الكورة في مصر اهلاوية. جميل جميل. ده بالنسبة للانسحاب، يعني هنخسر 75% من مشجعين الكورة. بالتالي الشركات الراعية للدوري وللاتحاد ولغيره هتنسحب، فيبقى كده في خسارة ملايين الملايين من الأموال. ومبدئيا معروفة إن الأموال دي هي اللي بتحرك الدنيا وبتصرف على الأندية وعلى الاتحاد وعلى المصاريف وعلى الدوري وغيره. طيب والبطولات وهكذا. فالشركات الراعية دي برضو يعني هي هتنسحب، إن ما بقاش فيه مشجعين فخلاص يبقى هتنسحب. فدي ده. تالت حاجة، لو احنا وصلنا للأمور لكده احتمال كبير إن الأهلي يشتكي خارجي. عندنا جهات خارجية بره مصر خالص بقى هنشتكي فيها، وده الأمور كده هتتصاعد ازاي، واحنا في غنى عن كل الكلام ده. كل الفرق المصرية في غنى عن القلق ده. فأنا أتمنى إن ده ما يحصلش، رغم إن أنا زملكاوي، بس أنا أتمنى إن ده ما يحصلش. تالت حاجة، زي ما اتكلمنا في فيديو سابق قبل كده، هل الأهلي أخطأ ولا لأ؟ هل الأهلي هو اللي قال للرابطة هاتي حكام أجانب ولا بعد كده ارجعي في كلامك؟ لا، الرابطة قررت إن في حكام أجانب لماتشات معينة ورجعت في كلامها بعد كده. أنت بعت لي خطاب رسمي قلت لي إن في حكم أجنبي، أنا يا عم عايز أطبق كلامك ده وبس. قول لنا رأيك، هل الأهلي هينسحب ولا الموضوع هيتلم؟ وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا.